أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. إذن المنتخب الوطني الجزائري يغادر دور المجموعات بأداء هزيل، بأداء كارثي، بأقل ما نسميه بالفضيحة. المنتخب غادر كأس إفريقيا 2024 بالكوت ديفوار بوجه شاحب، وقدم واحدة من أسوأ مبارياته في كأس إفريقيا. تاريخ الجزائر في كأس إفريقيا ولا مرة قدم أداء هزيل مثل ما قدمها في آخر نسختين. المسؤول عن هذه الفضيحة ربما سيتم لوم شخص واحد، وهو المدرب جمال بالماضي. طبعا ليس المسؤول الوحيد. لو تظن في بالك أنني حاب نتكلم على تحليل أو تكتيك أو أداء فأنت مخطئ، لأنك ولا مرة شاهدتني على هذه القناة. لما نتكلم على المنتخب الجزائري نتكلم على القلب وعلى الروح وعلى الأداء، وعلى أنك لازم تقدم كل ما عليك حتى ولو كنت مفلس تكتيكيا، لكن على الأقل تحاول، على الأقل تثبت أنك أنت تستطيع أن تكون متحمل المسؤولية لما تحمل شعار المنتخب الوطني الجزائري. هذه كانت فضيحة، هذه كانت من أسوأ ما رأيت في تاريخ المنتخب. أنا مريت على كثير من نسخ المنتخب، ولكن ولا مرة رأيت أداء هزيل، ورأيت تشبت بالأفكار، حلول ناقصة، عفن كروي، الإعلام سيء، المدرب سيء، واللاعبين سيئين. في هذه الحلقة أنا حبيت نكشف كل شيء، حبيت نتكلم كل شيء ونقدم كل ما في قلبي، لأنني أنا مثل أي شخص محب للمنتخب، مثل أي مشجع للمنتخب الجزائري، يحب بلده ويحب أن المنتخب الوطني يكون هو الأول وفقط. المسؤولون عن هذه الفضائح هم 4 أجزاء و4 أقسام. هذه الأقسام كلها تصب في مصالح مشتركة. لما نتكلم لك على هذه الأقسام فهم كالتالي: جمال بالماضي المدرب ورأس العارضة الفنية. ثانيا اللاعبين اللي ما قدموا ولا شيء. ثالثا الإعلام العفن والمحارب للكرة الجزائرية والمحارب للمنتخب الوطني والمسؤول رقم 1 لكل ما يحدث للجزائر من سنة 2010 ليومنا هذا. ورابعا طبعا الأطراف واضحة، وهم المسؤولون عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كلها، بما فيهم الحاج محمد راوراوة، وما ننسوش أيضا خير الدين زوتشي. هذه الكتلتين في صراع متبادل، ولكن لا يصب للمنتخب الوطني إطلاقا، بل الكل يبحث عن مصالحه وفقط. فقبل ما ندخلوا الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات بيوصلكم كل جديد. تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وخلونا ندخلوا في هذه الحلقة اللي غادي نحكوا فيها كل شيء. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة لازم نفهموها، أنا مانيش حاب ننتقدك لا على تكتيك ولا على تحليل ولا على أي حاجة ولا على أداء ولا على روح ولا هم يحزنون. لو كنا ذلك لما كنا لازم ننتقدوا جيل 2010. جيل 2010 كان على قده. جيل 2010 كانوا على الأقل يحاولوا قدر الإمكان أنهم يفرحوا الشعب. إحنا ما كناش نشوفوا الأداء 100%. الكل كان متفق على هذا الشيء، أن رابح سعدان كان مدرب دفاعي وفقط، ولكن كنا نشوف الروح، كنا نشوف أن هؤلاء اللاعبين يقدموا أعلى ما لديهم، يحاولوا قدر الإمكان أنهم يوصلوا راية المنتخب الوطني للبعيد. شفنا أن هؤلاء اللاعبين كانوا يحاولوا على الأقل أنهم يفوزوا على أباطرة إفريقيا، المنتخب اللي غزا إفريقيا لسنين وسنين، وهو منتخب مصر. والمنتخب تأهل لكأس العالم 2010 بالروح وبالإصرار وبالعزيمة، ودخلنا في نقاشات، ولكن اللاعبين قدموا كل ما عليهم وكانوا أداء محدود، لكن كانوا حاولوا أنهم يفوزوا بالمباراة وتأهلنا. وكنا في الأخير نشكرهم ونصفقوا لهم ونقولوا أن هؤلاء رجال ويقدموا كل ما عليهم. ونفس الشيء في سنة 2014 في كأس العالم، ونفس الشيء مع أدائك يا جمال اللي كان سنة 2019، لكن من ذاك النهار ما شفنا ولا شيء. نتكلم الآن عن القسم الأول وعن المسؤول عن كل هذه الفضيحة والمخرج والكاتب السيناريو لهذه الكارثة التي حدثت، وهو المدرب جمال بالماضي. خلينا نتكلموا بواقعية. أنت كمدرب تحصل على أعلى أجرا في إفريقيا، سي بون، ولكن الأداء صفري. من سنة 2019
ما شفناش تطور للمنتخب. دخلنا في سلسلة نتائج إيجابية لمدة 39 مباراة ولا 38 مباراة، ولكن من وراها ولا شيء. لما كنت تلعب للمباريات كنت تلعب أمام منتخبات هزيلة، وكنا نقولوا معليش السفينة راها غاية، ولكن بعدها ولا شيء، ولا شيء بعدها. المنتخب الوطني دخل في نفق مظلم، ولينا نبحث فقط عن الفوز والتأهل للدور الثاني في كأس أفريقيا، ودخلنا في صراع كبير. وكانت الناس تحذر فيك يا جمال انك لازم الان ما تليقش تبقى متعصب لافكارك، ولق تجدد الدماء، ولق تبحث عن حلول، لاننا الحلول ما ناش نشوفوا فيها يا جمال. ولكن كنت انا اول واحد ندافع عليك، وكنت نقول ان المدرب هذا يستاهل فرصه، ويستاهل اننا لازم نبقوا معه. لكن بعدها ولا شيء، اللاعبين ما كانوا يقدموا معك ولا شيء، والتكتيك افلاس تلعب بنفس النهج من سنة 2019، وكنا نشوفوا أن الحلول معدومة، والجرينتا انتهت، والروح صفر. وبعض اللاعبين صار عندهم عن تحكم عندك يا جمال. الناس بدأت تتحكم وتقول يا جمال بعض اللاعبين هم يتحكموا فيك، بعض اللاعبين راهم يحاولوا على الأقل أنهم يفرضوا نفسهم في المنتخب، ولكن صفر إجابة. أنت أول شيء دخلت في صراع مع الإعلام أكبر عدو لك وأكبر عدو للمنتخب، ولكن أنت أعطيتها الفرصة. مثل بيب غوارديولا يتم التعرض للانتقاد ل 24 ساعة على 24 ساعة، خاصة حينما كان يتفلسف في الدقائق الأخيرة وفي المباريات الأخيرة. شفت واش كان يصرى له؟ غوارديولا يرد على الصحفيين ويعرف كيف يتكلم معهم، ويتكلم معهم بأدب. لكن أنت حبيت تدخلها قصف جبهات، وحبيت تدخلها أنك أنت يتم محاربتك بشدة. لكن كل المدربين اللي كانوا قبلك كانوا يحاربوهم الإعلام، لكن كانوا يحاولوا ويمدوا لهم إجابات على المستوى كرة القدم، على مستوى التحليل. مش أنني ندخل على أنها صراع جبهات، وأن هؤلاء الناس راهم يتم محاربتي من طرف أطراف. على بالنا بهذه الأطراف شكون؟ أنت أعطيت فرصة للإعلام أنه يتهجم عليك أكثر وأكثر. فالمنتخب الوطني بسببك أنت تعرض لضغوط. لما أنت تصبح أنت عدو الإعلام، طبعا المنتخب كل غادي يروح في داهية، الكل، باللاعبين، بالإطار الفني، بأنت، الاتحادية، الكل. ماكش تعرف تتكلم كلام واقعي مع الصحافة. كان عندي ألف باء جيم تم السلام عليكم، وهذه رقم واحد. رقم اثنين، أنت تعصبت لأفكارك بزاف، وأنت أعطيت فرصة للناس باش تتكلم عليك. حرمت إبراهيمي، حرمت بالرحمة، حرمت سعيود. بعض اللاعبين كانوا يستحقوا فرصة، ذبحتهم جمال. بغداد بونجاح ذبحته، البلايلي ذبحته. هادو كان كلهم ريحتهم في الدكة. لكن انت ما استطعتش انك انت تريح محرز. ما قديتش تريح محرز، ما قديتش تريح ماندي، ما قديتش تريح بن سبعيني، ولا منهم قديت انك تقطع تريحه في البنك وتريحه في دكة المدرب. ابدا، ولا مرة حاولت. حتى ان مباراتك الاخيرة امام موريتانيا في بداية الشوط الاول انت دخلت بالتشكيلة اللي ارادها الشعب، مش التشكيلة اللي اردتها انت. لان التشكيلة اللي اردتها انت حبيت انه يلعب محرز لحد الان لا زال يتحكم في المنتخب الوطني. اللاعبين معاك فاقدين السيطرة، انت فقدت السيطرة على المجموعة، متشبث بافكار بعيدة، الافكار كلها من سنة 2019. انت لما توصل في بعض المراحل في اي مباراة صيد خاف، لازم نلعب لاعب فلاني، لازم نلعب لاعب فلاني اللي كان يلعب معي في سنة 2019 نلحق نفسي. لكن ما دخلش لاعب مثل عمورة، ما دخلش لاعب مثل والناس، ما دخلش لاعب مثل بوداوي، توغاي. هادو ما عطيتهمش كل من الفرصة. انت هؤلاء كلهم قصتهم في نفس المباراة، واللي هي مباراة موريتانيا، المباراة الأخيرة، المباراة المفصلية، فقط لكي تثبت أنك قد بدلت من أفكارك. غريبة منك يا جمال، غريبة جدا. المدرب اللي يحصل على أعلى أجر في إفريقيا متشبت بأفكار من 5 سنين للوراء. يعني وش هو السبب اللي خليك تبقى لحد اليوم؟ لما انت راك تشوف بلي أن أفكار قد انتهت، وما زال أن أفكارك متشبتة بمحرز وبن سبعيني وبنجاح ولاعبين وسليماني.
على كان لازم تروح من المباراه الكاميرون، كان لازم ما تسمع لا للشعب لا والو، صاي كيما حليلوزيتش. لكن انت قلت انني ساحاول التجديد، ساحاول ان امنح فرصه للاعبين. ما منحت ولا فرصه، مباريات وديه فقط. وتكلمنا وقلنا ان مباراه موريتانيا صعبه، انغولا راه تعادلت معاك، وبوركينا فاسو راك بستر رب العالمين تعادلت معاها بهدفين بنجاح. لكن تشبت بافكار محرز ندخله في الدقيقه 75 ولا دخله في الدقيقه 45. هذا هو جمال بالماضي، هذا هو فكر جمال بالماضي. ولكن انت بقيت مصمم على فكره تاعك وبس، ما حاولتش انك تفرض اسلوب جديد، ما حاولتش انك انت تعطي لاعبين فرصه مثل بوعناني ومثل والناس ومثل عموره. احنا رانا ريقنا نشف من سنه 2022. احنا نقول لك عموره لازم يلعب اساسي، لازم. والمباريات الوديه شفتها قدم اداء استثنائي، ولكن ولا شيء ابدا. نفس اللاعبين هما سنه 2019، لا افكار جديده. قضيه محرز ان هذا محرز لعبته هو في اسوأ مستواه، وذبحت بعض اللاعبين من الوريد للوريد، مثل بالرحمه اللي لا اعرف السبب لماذا انك ليومنا هذا تتجاهله، وابراهيمي اللي قال الكلام بعد مباراه الكاميرون وقال ان قاسامه مش هو الوحيد اللي ذبحنا، انما نحن لم نقدم الاداء. هو قال الحقيقه يا جمال، لانك انت كنت من اسباب الاقصاء في الكاميرون. انا ما حبيتش نتكلم في تلك المباراه، ما حبيتش نتكلم ابدا، وما حبيتش نرجع لليوتيوب. لكن هذا الكلام راني نقوله من القلب للقلب. جمال، شكرا على كل ما قدمته، شكرا على كل ما قدمته للمنتخب الوطني، شكرا على كأس افريقيا سنة 2019. ولكن كما قلت سيأتي يوم للحب المتبادل أن يكون الانفصال هو الحل. وبعد ما تكلمنا على المدرب، خليني ندخل لكم للقضية الثانية واللي هي اللاعبين. جيل 2010 درمان جيل كان سيء، ما نكون واقعيين، جيل كان سيء، لكن مش داك الجيل اللي غادي يقدم لك شيء. وحنا كنا نقولوا عنهم انهم رجال ويحاربوا ويقدموا كل ما عليهم، وحتى انهم لما وصلوا في جنوب افريقيا 2010 في كأس العالم قدموا اداء سيء، ولكن صفقنا لهم وقلنا لهم انتم رجال قدمتوا اللي عليكم، والان اعطي المشعل للشباب. لكن بعدها شفنا ان اللاعبين تغيروا وخرجوا من الباب الواسع. لكن بعض اللاعبين الحاليين لا يستحقون الشكر ابدا. لاعبين حسبوا في انفسهم انهم راهم يتحكموا في المنتخب الوطني، لاعبين مثل محرز وبن سبعيني وعطال غرفه تغيير الملابس رانا حافظينها من بكري، ما تجيش تفوتها علينا. احنا شعب الجزائري نفهموا في كره القدم، هذه قد تكون كارثه لو كانت حقيقه. انفصال داخل المنتخب الجزائري، اللاعبين تحسهم يقدموا ببروده، يلعبوا ببروده. تكتيك فني صفر، الروح صفر، الجري صفر. محرز من سنة 2019 من هدف نيجيريا ما شفناكش محرز. ولما تكلمنا عليك وقلنا انك الان يجب ان تجلس في الدكة، واش قلت؟ قلت اني انا ما نسمعش للناس اللي تتكلم خلف الحاسوب، ما نسمعش للناس اللي تتكلم خلف الانترنت. يتكلم علينا نحن الشعب الجزائري لا نتكلم خلف الحواسيب. ولا زلت تدافع عن ادائك السيء، ولا زلت تقول انك انت تستحق فرصة. انتهى جيلك محرز انت لم تقدم الاداء المرجو منك. واذا كنت غادي تقول انك لازم تعتزل، اعتزل دوليا يا سيدي، لاني انا من سنه 2019 ما شفت منك والو. ونقولها لك بكل صراحه، من كاس افريقيا سنه 2019 انا ما شفتش من محرز ولا شيء، لا كاس العالم 2014، لا كاس افريقيا 2015، لا كاس افريقيا 2017، ولا 2022، ولا 2024. محرز خارج الاطار تماما، ما اهلني كاس العالم، ما اهلني كاس افريقيا ولا شيء. اللاعبين كانوا يقدموا اعلى ما لديهم سنه 2010 رغم قله امكانياتهم. لكن اللاعبين هذو حاليين احنا مغتربين، احنا محترفين، احنا ما نسالوش عليكم ابدا. لكن كنا نقولوها انك لازم تغير محرز، لازم تغير بن سبعيني وتغير هؤلاء اللاعبين. وحيد حليلوزيتش لما جاء للمنتخب الوطني، لكم عاقلين، لما جاء اول شيء قام به خرج زياني وعنتر يحيى وبالحاج ومطمور، كل هؤلاء اللاعبين غربلهم وجاب جيل جديد. لما سالوه في ظل الانتقادات
قال أنني أريد أن أزرع قوة داخل المجموعة، أنا أريد أن أبني جيل جديد، أنا أريد أن أبني جيل معتمد على الثقة من المدرب للاعبين. لكن أنت يا بالماضي أعطيت فرصة لكل هؤلاء اللاعبين، ومش فرصة، أعطيتهم فرصة وفرصة وفرصة وأكثر، ولا زالوا يلعبوا من سنة 2019، 5 سنوات يا مواطن، ما زالوا يلعبوا ليومنا هذا. لكن احنا كنا نقولوها والشعب الجزائري يفهم في كرة القدم. بن طالب من 2018 ما لعبش، رحت انت تلعبها في كأس افريقيا. بوداوي ما عطيتهاش فرصة. محرز كالعادة هو الأساسي. بن سبعيني بطاقات صفراء مجانية، ودائما في المباريات الإقصائية وفي المباريات المهمة كنا نشوفوا بن سبعيني يغيب بسبب البطاقات الصفراء. شكون السبب؟ البطولة المحلية ما كانش لاعبين، ما قدرناش حتى نقدروا نجيبوا لاعب من البطولة المحلية، رغم أن فيها نجوم، فيها خامة، فيها بعض اللاعبين اللي ممكن تقدر تجيبهم. بلايلي مين جا؟ بونجح مين جا؟ سليماني مين جا؟ سوداني مين جا؟ عبد المؤمن جابو مين جا؟ كلهم أتوا من البطولة الوطنية. لكن أنت ما قدرتش تستثني هؤلاء اللاعبين. اللاعبين يلعبوا بروح، لاعبين البطولة الوطنية يحسوا بروح المنتخب. لكن هؤلاء اللاعبين اللي تشوفهم في الاحتراف تحس انه اني جاي نقضي وقت، الناس جايه تصيف، الناس راها جايه تقضي وقت ممتع، وروح يا صاحبي. قمنا بانجاز عظيم من 1990 ما حققناش كأس افريقيا، احنا حققنا المستحيل. لكن المنتخب الوطني احنا كجزائريين نتمنوا اكثر. لو تجيب لي كأس العالم، نتمناك تجيب لي كأس العالم مرة أخرى، لأننا احنا شعب متعطش، شعب نحب كرة القدم ونفهموا في كرة القدم. لما ننتقدوك يا محرز، ولما ننتقدوك يا بن سبعيني وعطال وهؤلاء اللاعبين، الشعب الجزائري يفهم في كرة القدم. وقلتها 1000 مرة، لما ننتقدوكم لأننا نرى الحقيقة، ولأننا نعرف ما يحدث داخل المنتخب. والمنتخب الجزائري فوق كل شخص، فوق كل جزائري. هذه كرة القدم، لا تقف على لاعب واحد. فلهذا جيل كبطه كامل، وارمي عليا من محرز البن سبعيني الماندي، كلهم ما قدموا ولا شيء للمنتخب الجزائري غير 2019 وفقط. قلتها من سنة 2019 المنتخب هذا ما قدم ولا شيء. فلهذا أنا تكلمت على اللاعبين، وخلونا ندخلوا على الجزء الثالث واللي هو أسوأ من كل ما ذكرناه. الجزء الثالث واللي هو رؤساء اتحاد الجزائري لكرة القدم. لما تكون لك الرؤساء مش وليد صادي، لأن وليد صادي ما قدمه يشكر. رجل تكلم بواقعية، كان حاضر في كل مكان، رغم أنه عين في مدة قصيرة لا يمكن لومه أبدا، لكن كان على قد المقام. لكن أنني جاي نتكلم على أناس يبحثون عن المصالح، أناس دائما كانوا يحاربوا في كرة القدم الجزائرية، أناس شكلوا كتلتين داخل أروقة الاتحاد الجزائري، واللي هما الحاج محمد روراوة وخير الدين زوجي. هذين الاثنين هما أكبر كتلتين في كرة القدم الجزائرية. الحاج محمد روراوة لما خرج آخر مرة خرج مطأطئ الرأس بعد كارثة كأس أفريقيا سنة 2017، ولكن الناس كانت تقول الكواليس ما الكواليس، ومجموعة من الناس اللي عندها في الكاف والفيفا وهو المتحكم وكذا، ولكن ولا مرة نفع المنتخب، ولا مرة نفع المنتخب بعد خروجه، ولا مرة شفنا قاسامة ذبحنا، ولا مرة تكلم. لما خرج ما فاتش الجزائر فيه ولا شيء، وصار هنالك صراع بينه وبين خير الدين زوجي. خير الدين زوجي اللي شفناه كان هو رئيس الاتحادية، واش دار؟ عرنانا كامل في افريقيا وخلانا بدون اناس في الكولاسة، وخرج كل الناس واقال كل الناس في الاتحادية، الناس اللي كانت تتكلم على مستوى الكولاسة وكانت تتكلم على مستوى الافريقي وتعرف كيفاش تفرض نفسها في الاتحاد الافريقي. قال لك لا 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 لا, لا. انا اصبح المدير التنفيذي للاتحادية الافريقية. واش صار بعدها؟ لقجع جا حكمها، وروح انت تمتع وروح شوف الكواليس اللي راها تصرى من ورانا. لقجع صار الان متحكم في الاتحاد الافريقي، من يقف ضده؟ من يقف؟ كنا نقولوا حمد روراو، محمد روراو ما يقفش ضده لانها ليست في مصلحته ابدا. وعنده صراع بينه وبين جمال بالماضي، وجمال بالماضي طبعا ولا مره تكلم مع روراو،
ولا مرة رفع السماعة عليه. والآن صرنا في صراع بين هذين الكتلتين، كتلة راوراوا وكتلة خير الدين زرجي. الناس اللي تبحث عن مصالحها وفقط، لا تبحث عن مصلحة المنتخب. ونقولها ونعاودها، وليد صادي لا يمكن لومه إطلاقا، لأن الرجل معين مؤخرا مشاكل كثيرة. الاتحادية الجزائرية لازم يسرى لها عملية تجديد، لازم يسرى لها عملية تنظيف كامل في أروقة الاتحاد الجزائري، من رؤساء أندية لمسؤولين لمديرين تنفيذيين لحكام. والبطولة الوطنية حتى الآن في حضيض. الحكام ليومنا هذا لا زال يتلقون الرشوات، كارثة بالجملة. بطولة وطنية فيها نجوم ممكن نستثمر منهم، لكن الكل يبحث عن مصلحته. المنتخب هو مرآة ما يحدث داخل الاتحاد الجزائري. المنتخب لما تشوفها ضعيف أعرف أن الاتحاد الجزائري ضعيف. ما حدث سنة 2019 كان بسبب الحراك، ما حدث سنة 2019 كان بسبب أن الشعب كان هو المتحكم في ذاك الوقت. لكن الآن أصبحت المصالح المشتركة هي من تتحكم في المنتخب الوطني الجزائري. وخلونا الآن ندخل في الطرف الرابع. الطرف الذي لا يزال يسبب المشاكل للمنتخب الوطني في كل كارثة، في كل إنجاز، في كل سقطات، في كل شيء، وهو الإعلام الجزائري والصحافة الجزائرية الفاسدة. لما نتكلم لك على التحليل الجزائري ما يعرفوش يحلوا في كرة القدم إطلاقا، من بن شيخ البوحنيكة في قناة الهداف، وجماعة تاع مصطفى معزوزي اللي يبحث عن مصالحه هو أيضا، والناس اللي تتكلم لك أيضا على حافظ الدراجي الذي يبحث عن مصالحه مع راوراوا، والقائمة طويلة. ناس تفهم فقط في التحليل لما يسقط المنتخب الوطني الجزائري، وحتى في ظل ما كنا نقوم بالإنجازات يقول لك أبدا هؤلاء اللاعبين لا يقدموا كل ما عليهم. بن شيخ ولا مرة عجبه المنتخب الوطني، ولا مرة، رغم أني أوافقه في بعض الأفكار. وحنيكة إنسان يبحث عن المشاهدات وفقط. رفيق وحيد منذ أول يوم لجمال بالماضي أصبح ينافق. في النهار الأول كان يقول لك جمال بالماضي هو أحسن مدرب في إفريقيا، بعد كأس إفريقيا سنة 2019 صار شخص آخر، صار إنسان يبحث هو عن مصالحه الشخصية. كلهم حسين جنات، رفيق وحيد، الكل صار يتحدث عن اللاعبين بسوء، لاعبين مثل عطال، لاعبين مثل محرز، لاعبين مثل ديلور وعوار. صار الآن يشككوا على أنه جل المنتخب بسبب ظروف غامضة. محرز اللي قال لك أنه لا يريد تمثيل المنتخب الوطني مجددا. عطال اللي أنه تكلموا له على واحد القضية بلا ما نتكلموا عليها. وأيضا هذه أشياء كلها كانت ضد المنتخب الوطني الجزائري. كل الإعلام هو مافيا، الإعلام الجزائري مافيا، بأسئلة استفزازية للمدرب، بأسئلة استفزازية للاعبين، استفزاز للشعب، وأيضا تحريض الشعب على المنتخب، تحريض الشعب على مصالح، على أناس، على أسماء. الكل يبحث عن مصالحه وفقط. أنا هكا قلتها من البداية، ولا واحد يبحث عن المنتخب الجزائري. الشخص الوحيد الذي يبحث عن المنتخب الجزائري هو الشعب. يجب الآن تفوير وغربلة كل الإعلام الجزائري من هؤلاء الرؤوس، الناس اللي تتكلم على المنتخب الوطني بسوء، الناس اللي ما تفهم ولا شيء في التحليل، من الإعلام للاعبين للمدرب لرؤساء الأندية لرؤساء الاتحادية، كل شيء. يجب الآن غربلة كل الجزائر، غربلة كل الاتحادية الجزائرية، غربلة كل ما يمكن أن يقف ضد المنتخب الوطني الجزائري. وقبل لا نختم الكلام عن الإعلام، جاك مصطفى معزوزي يتكلم لك على أبو تريكة ويقول لك باللي أنه ما يفهمش في التحليل وما يفهمش في التكتيك. أبو تريكة جاب لك 2 كأس إفريقيا. أبو تريكة واحد من بين أعظم اللاعبين في إفريقيا. استغفر الله العظيم. آخر شيء، المنتخب الوطني هو ملك لنا، هو ملك للشعب، هو ملك للأمة الجزائرية. جمال بالماضي قدمت لنا كل ما عليك، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. وليد صادي قدمت أفضل ما عليك، قدمت كل ما عليك. الآن إذا أنت كنت حاب تبحث عن مصالحك، أنت أيضا روح الله يسهل عليك. فالمنتخب الجزائري ليس ملك للأشخاص، ليس ملك للاعبين، ليس ملك لي ولا ملك الحافظ دراجي ولا ملك لرفيق واحد ولا ملك لأي شخص، هو ملك الجزائريين الكل.
وهارد لك للمنتخب الجزائري، نتمنى التوفيق في محطات أخرى، وإن شاء الله هذا التعثر يكون بداية الوقوف للاتحادية الجزائرية وللمنتخب الوطني الجزائري بقيادة مدرب جديد. وفي نهاية الحلقة نتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد. تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الأخير نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية في كأس إفريقيا، وحظا أوفر للمنتخب الوطني في المسابقات القادمة. السلام عليكم.